هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، وفي الأوقات من 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند. صوت المنتدى على مدى 24 ساعة في القمر الصناعي النايلسات ب8 درجات غربا، وعلى تردد 11678 للاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى إعلام مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. المستمعون والمستمعات الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم في ساعة اليوم الأربعاء 23 من ديسمبر، والتي سأصحبكم أنا صلاح محمد زين خلالها. في المستهل تستمعون إلى نشرة أخبار اليوم بصوت الزميلة آمال علي، ثم أقرأ عليكم تعليقا تحت عنوان أفورقي في التحالف العسكري الإسلامي لمحاربة الإرهاب. يلي ذلك حلقة جديدة من محطات القيسي، وفيها حديث عن آهات إريتريا في الزمن الصعب، ثم نستعرض جوانب من جلسات الملتقى الوطني للتشاور الذي عقد مؤخرا بنيروبي. أرجو لكم متابعة طيبة ومفيدة. يا سجان اتكسر جيدك، سنازينك لامت بيدك. يا سجان اتكسر جيدك، سنازينك لامت بيدك. واسوارك واسلاك الشام، ظلك عارك هي تزيدك. يا سجان اتكسر جيدك، يا سجان اتكسر جيدك، سنازينك لامت بيدك. واسوارك واسلاك الشام، ظلك عارك هي تزيدك. صوت المنتدى. في نشرة هذا المساء: أزمة دواء حادة تضرب البلاد، والجالية الإريترية في هولندا تنظم اجتماعا لأعضائها، وقافلة طبية للمنتدى الإريتري للتغيير تقدم العون ل5500 حالة. الأخبار بالتفصيل. ذكرت الأنباء الواردة من إريتريا أن البلاد تعاني من أزمة حادة في نقص الدواء، حيث اختفت من الصيدليات الأدوية الخاصة بعلاج التهابات العيون والمفاصل، ومنظمات ارتفاع وانخفاض السكر وضغط الدم، والمضادات الحيوية وأملاح التروية وموانع النزيف الدموي، وكثير من الأدوية والعقاقير الهامة. ويأتي هذا النقص جراء القصور المريع في خدمات الإمدادات الطبية والرعاية الصحية بشكل عام. يذكر أن وزارة الصحة الإريترية كانت قد حصرت استيرادات الأدوية والمعدات الطبية على الإدارة الصيدلانية المعروفة بفارماكول، والتي تعاني من شح حاد في الميزانية المالية والكادر البشري المؤهل، بينما منعت الخدمات الطبية التي كان يقدمها القطاع الخاص منذ ما يربو على 10 سنوات، مما انعكس سلبا على مجالات الخدمات الصحية والعلاجية. بعد انعقاد مؤتمرها التأسيسي بنجاح وخلال شهر أكتوبر الماضي وانتخاب إدارتها، عقدت إدارة الجالية الإريترية لطالبي العدالة في هولندا اجتماعها الأول يوم السبت 12 من ديسمبر من عام 2015 بمدينة روتردام الهولندية.
ويأتي هذا الاجتماع بعد سلسلة اجتماعات عقدتها إدارة الجالية بعد انتخابها مباشرة لإعداد خطة العمل لعام 2016. واستعرضت إدارة الجالية خلال الاجتماع مسودة خطة العمل للعام القادم في محاورها المختلفة الاجتماعية منها والثقافية والتعليمية والإعلامية والمالية. وأوكل تنفيذ الخطة إلى 4 لجان إدارية من جانبهم. أشاد أعضاء الجالية بالخطة ووصفوها بالطموحة وقدموا المقترحات الرامية لتجويد الخطة وكذلك لضمان تنفيذها حتى تحقيق الأهداف المرجوة منها. كما شدد المجتمعون على الالتزام بالاشتراك الشهري والتبرعات بالإضافة إلى انتساب كل عضو إلى لجنة من اللجان من أجل إنفاذ الخطة الموضوعة. هذا وقد اشتملت الخطة على برامج اجتماعية وثقافية تركز على اللاجئين الجدد بالإضافة إلى إحياء المناسبات الوطنية كذكرى الاستقلال وسبتمبر وتكريم قدام الفنانين المقيمين في هولندا والاحتفاء بأعمالهم. وفي إطار تركيزها على قضية طالبي اللجوء واللاجئين الجدد، أكدت إدارة الجالية على تواصلها مع الجاليات أو الجهات الراعية للاجئين وطالبي اللجوء، مبينة أنها ستواصل تنسيقها مع الجهات ذات الصلة من أجل الوقوف على مشكلات ومطالب اللاجئين الجدد. بمبادرة من المنتدى الإريتري للتغيير وبدعم من عدد من الأفراد في بعض الجاليات الإريترية وفي بعض بلدان المهجر، تم تسيير قافلة طبية إلى معسكرات اللجوء الإريتري في شرق السودان استمرت ل10 أيام. القافلة التي استقبلت بترحاب واسع من الجهات الطبية والسكان قدمت خدماتها لحوالي 5500 حالة بين متوسطة وخفيفة وحالات مزمنة، بجانب تقديم العون لذوي الاحتياجات الخاصة. وفي خبر أوردته أدوليس الموقع الإلكتروني، تحدث الأستاذ محمد أمان أنجبة المشرف على القافلة وأدلى بإفادات مجملة عن أهداف القافلة وما أنجزته على الأرض في المعسكرات التي تعاني من فقر شديد في كل جوانب الحياة، حيث كشف سيد إنجبة على أن الإعداد للقافلة استمر بجهد الكثيرين لمدة عامين تقريبا، وتم جمع النفقات من أفراد وجماعات وشخصيات عامة في أستراليا وأوروبا وأمريكا وكندا، وتم شراء الأدوية والأدوات الصحية بمعرفة وإشراف من قبل الدكتور خليفة صالح، وتم شراء عدد من العجلات للمعاقين ومقاعد لكبار السن وذوي الحالات الخاصة. وأوضح أنجبة أن القافلة بدأت في 10 من ديسمبر الحالي واستمرت حتى 20 منه بمعدل يومين لكل معسكر، وشملت كل من المعسكرات التالية: معسكر الشجراب ومعسكر 26 وإمكرورة وودي شريفة. وقال: لم نكتفي بما جلبناه معنا، ولكن وحسب التقارير التي كانت ترد إلينا من تلك المعسكرات فقد كانت مساهمتنا مقدرة لحل مشكلات أمراض العيون، وذلك بالاتفاق مع مستشفى مكة الخيري بالخرطوم المختص بأمراض العيون الذي قدم لنا كل العون والمساندة ورافق قافلتنا. وقد قدم الطبيب الأخصائي خليفة صالح برفقة أحد الصيادلة الكثير من المساهمات لأهل تلك المعسكرات وما يجاورهم من السكان المحليين. نهاية النشرة. صوت المنتدى. أفورقي في التحالف العسكري الإسلامي لمحاربة الإرهاب. حملت الأنباء الواردة إلينا من الرياض خبر تعهد رئيس عصبة الهجدف واتفاقه على أن تكون إريتريا جزءا من تحالف لمحاربة الإرهاب ترعاه المملكة العربية السعودية. أما البيانات الصحفية الصادرة في أسمرة فقد أعلنت تلك التعهدات الرئاسية لتجعل منها مطية جديدة بالسرج قديم، فقد كانت فرية مكافحة الإرهاب إحدى الشماعات التي كثيرا ما علقت عليها حكومة الهجدف أفعالها الرذيلة، وسعت إلى تسويق تلك الأفعال لتكون مباركة من الآخرين. لكن ماذا أرادت السعودية من إشراك طاقية أسمرة في التحالف الذي ترعاه لمحاربة الإرهاب، الذي بدأ بدعوة للدول العربية والإسلامية وكبر فيما يبدو ليضم دول المحيط الجغرافي القريبة أو تلك التي لا تتوفر الثقة في موقفها؟ ترأس العاهل السعودي الملك سلمان ابن عبد العزيز آل سعود يوم أول أمس الاثنين
الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء السعودي بمدينة الرياض. وقد أكد المجلس أن البيان المشترك بإعلان تشكيل تحالف إسلامي لمحاربة الإرهاب عسكريا وفكريا وإعلاميا بالتنسيق مع الدول المهمة في العالم والمنظمات الدولية يجسد تحقيقا للتكامل ورص الصفوف وتوحيد الجهود لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والقضاء على أهدافه ومسبباته، وأداء لواجب حماية الأمة الإسلامية من شرور كل الجماعات والتنظيمات الإرهابية المسلحة أيا كان مذهبها وتسميتها. حتى هنا الكلام لمجلس الوزراء السعودي وبالاهتمام السعودي، لكن المثير للحيرة فعلا هو من أي البوابات كان دخول أفورقي لهذا التحالف؟ هل من بوابة التقية حتى تأمن بلدان التحالف العربي شره إذا ما انقلب ميزان القوة لصالح الحوثيين وحليفهم علي عبد الله صالح في اليمن؟ أم لخوض معركة قادمة سيكون مسرحها السودان وجبهاتها الأمامية في حدوده مع إريتريا وتخوم مصر، حسب ما تشير إليه اتفاقات مجلس التنسيق المشترك بين السعودية ومصر، ولقاءات الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي ووزير الدفاع مع السيد شريف إسماعيل محمد رئيس مجلس الوزراء المصري. إذن هناك طبخات تتم على مهل ونيران موشكة على الاشتعال بمباركة دولية غربية على الأرجح، وهذا ما يجيب على الأسئلة المطروحة على شاكلة إلى أين ستتجه فوهات المدافع والمدرعات والبوارج التي ستتركها القوات الإماراتية كهدية لإريتريا بعد انتهاء العمليات في اليمن حسب الاتفاق المسبق. أيضا بالضرورة هنالك حوافز تمنح للمنفذين أو الوكلاء في الإقليم، بعضها مقدم والبعض مؤخر، وهذا ما يفسر المنح غير المبررة التي يتلقاها نظام أسمرة في وقت كان الأجدر أن يعاقب فيه. وأيضا بالضرورة أن هنالك تفسير جديد لمعنى كلمة إرهاب تبنته قيادة الهجدف، حيث أنها في السابق كانت تعتبر المؤسسات السعودية جزءا من الجسم الإرهابي في المنطقة، وعليه كان اعتقال موظفي منظمة الإغاثة الإسلامية في أسمرة، وظل بعضهم رهين الاعتقال منذ ما يربو على العقدين من الزمان. وعليه أيضا كانت ملاحقة واعتقال معلمي المعاهد الدينية الإريترية، وإعلان جماعة أنصار السنة المحمدية كجماعة محظورة وليس لها حق النشاط في إريتريا. وهنا يبرز سؤال: هل ستتم مراجعة تلك النظرة وإعادة النظر في هذه الخطوات، أم أنه سيظل تقارب فوقي محدود العمق والأثر؟ على خلفية التقارب الإريتري السعودي المصري جاء التباعد الإريتري القطري السوداني خلال الأسبوع المنصرم، وأتت زيارة الشيخ تميم بن حمد مبتصرة على غير ما كان مرتب لها. وبطبيعة الحال لم تكن نقطة الخلاف بين أمير قطر وسلطان هجدف فقط حول أزمة الحدود مع جيبوتي أو حول منتجع دهلك السياحي أو سعي الأمير القطري إلى تحقيق نجاحات تحرك الآلة الإعلامية لمزيد من التلميع. إن كان كل الوجدان الخليجي ميال ناحية الغرب، فهنالك من بينهم من غربت شمسه، أو من يحاول أن يعجل بأفول شموس الآخرين من حوله. لذا كان السباق على كسب الموقف الإريتري، ومخاوف أخرى دفعت مجلس الوزراء السعودي للتنديد بعدم التزام الميليشيات الحوثية بإعلان وقف إطلاق النار خلال محادثات السلام بين الأطراف اليمنية تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف، وخرقهم للهدنة. هذا التنديد يلمح إلى ما يدور على أرض المعركة، وما يتطلب تثبيت القلوب الواجفة أو تلك التي دخلت إلى المعترك بنصف قلب. ثم بالعودة إلى مفهوم الإرهاب نجده أنه يشير بحسب معناه الاشتقاقي إما إلى منهج حكم، وإما إلى طريقة عمل مباشر ترمي إلى إثارة الرهبة، أي إلى إيجاد مناخ من الخوف والرعب والهلع بين السكان. بهذا الوصف تصبح سلطات أسمرة ضمن القوى التي تمارس إرهاب الدولة، حيث يتم التنكر للقيم الإنسانية واحترام حقوق الإنسان واعتماد أيديولوجيا العنف ونحر القانون. وكما هو معلوم الإرهاب ضد القانون، وكذا عصبة الهجدف. عليه
فإن سيرتهم وسريرتهم لا تؤهلهم لمكافحة الإرهاب الذي هو ديدنهم. بالتأكيد لسنا هنا الآن بصدد الحديث عن الإرهاب وماهيته، لكننا نوقن بأنه وللانتصار على الإرهاب ليست الحرب هي التي يجب القيام بها، بل العدل هو الذي ينبغي تحقيقه. والمؤكد أيضا أن النظام الإريتري بذهنيته الظلامية والظالمة ليس مؤهلا لبسط العدل أو حتى الإسهام في تمهيد الطريق له. ولأنه ليس هناك تعريف مشترك للإرهاب، كما لا يوجد لديه أهداف متفق عليها عالميا ولا ملزمة قانونا، فمن السهل جدا أن تتحول لافتة محاربة الإرهاب إلى فعل إرهابي حقيقي يطال كل من يحمل رؤى مخالفة للعصبة الحاكمة في أسمرة. في الختام يقول المثل: لا يصح إلا الصحيح. فإن كانت المملكة العربية السعودية أو ما حولها من الدول التي أفسحت هذه المساحة لنظام أفورقي بمفهوم أنها لا تثق فيه بما يكفي، لذا اضطرت على أن تحكم قيده بمثل هكذا اتفاقات، فهي تكون قد قامت بتثبيته وإظهاره أكثر، تماما كما فعلت البحار عندما أظهرت الجزر بالانسحاب، وكما يفعل بعض من يرى أن في بقاء هذا النظام ضمان لعدم انقسام الوطن، لأنهم يمنحون العصبة المجرمة مساحات لا تستحقها. محطات مع أحمد القيسي. محطات برنامج يقف على أهم الأحداث التاريخية والآنية. آهات إريترية في الزمن الصعب. يبدو أننا أفرطنا كثيرا في الحديث المنمق والتحليلات التي تتناول المواضيع بأوجه عدة ترضي البعض ويحنق منها البعض الآخر، وبحكم جديتها تحدد من خلالها مواقف، ويبدأ التصنيف والقربرة في التاريخ وتكال الاتهامات. هذا إذا كان المقال قد مس بصورة عرضية إحدى مقدسات هؤلاء البشر. إنها حكاية في العمل السياسي الإريتري، والواقع إن مجمل ما يصدر من فعل ورد فعل إن معظمنا يعيش خارج اللحظة وهموم اللحظة ومشاكل هذه اللحظة الزمنية. وتتلخص مشكلتنا في هذه اللحظة الزمنية بأشكال عديدة وكثيرة ومتعددة يتصدرها النظام الإريتري والديكتاتورية. والواقع إنه ليس هناك نظام بالمعنى الحرفي والسياسي لمفهوم النظام، فالنظام له تعبيرات مؤسسية وقانونية وشبكة علاقات تحكم إيقاع هذا النظام، ولكن عندنا لا وجود لكل ذلك. القانون الوحيد المعمول به هو قانون تنظيم المرور، لأن وراءها عائد من المخالفين، أما ما عداها فهناك شخص دون شريك وفقط أزلام تابعون ومنفذون، شخص متقمص لشخصية لويس الرابع عشر يصرخ بعبارته الشهيرة: الدولة هي أنا. والواقع أن هذه الحالة نجدها حاضرة في الوعي الجمعي للمجتمع الإريتري، ولا سيما حين تتجسد الدولة في شخص الزعيم. فما أن تخرج بعض أخبار ولا سيما شائعة مرض أو موت حتى تسخن الخطوط بحثا واستفسارا. ماذا جرى للزعيم؟ والحقيقة هي أن الكل يشعر بالارتياح، ولكن شعور داخلي بأن الله قد أعانهم من التخلص من الكابوس الجاثم عليهم بعد أن عجزت كل الوسائل والتنظيمات التي ابتدعوها في تخليصهم من هذا العبء
وهذا الصنم. حكايتنا هذه تذكرني بقصة المرحوم ياسر عرفات رحمة الله عليه، حين كان محاصرا في المقاطعة في غزة، فقد قرر الإسرائيليون التخلص منه واغتياله، فقط كانوا يبحثون عن غطاء أمريكي لهذه المحاولة، إلا أن الأمريكيين رفضوا الفكرة من أساسها، وكان ردهم: دعوا الأمر ليد الله ولا تتهوروا. فما كان من إريل شارون الرد على الأمريكيين: حتى يد الله هي بحاجة إلى القليل من المساعدة منا. وأعتقد أن قدرنا جميعا بأننا سنموت يوما ما، ولكن في حالة زعيمنا هذا وأمنياتنا في التخلص منه بحاجة إلى مجهودنا نحن تعكس جدارتنا وحب التضحية فينا من أجل قد أفضل نرجوه لأبنائنا، وليس مراهنة على القضاء والقدر، فهذا حتمي له ولنا. ولكن دعوني إجازة من وحي التجربة لأؤكد أن الرجل حي يرزق، وفي أحسن حالاته وتجلياته بدليل قاطع، وهو قرار الاحتيال الكبير الذي صدر قريبا وتحت عنوان تغيير العملة. أما التطبيق فهو الاحتيال بعينه، وقرار بهذا الحجم واحتيال عيني عينك كما يقولون لا يمكن أن يصدر إلا من محتال كبير، الزعيم ولا أحد غيره. وصادف لحظة كتابة هذه المقالة أن شاهدت رئيس البنك المركزي في مقابلة تلفزيونية يرد على سؤال: لماذا جاء هذا التغيير الآن؟ وكان الرد أكثر قرابة، بل دليل قاطع أن سيادة رئيس البنك المركزي ليس لديه تبرير مقنع، واعتقد أنه شخصيا غير مقتنع بالإجراء، فكان رده قرائبيا وعجيبا. وألخص هنا المحتوى الرد، فقد قال: لقد انتهى عصر التعامل بالأوراق النقدية البانكنوت، وأصبح التعامل على مستوى العالم يعتمد على الكروت الممغنطة على شاكلة أمريكان إكسبريس وماستر كارد، وإن الأمور والمعاملات تجري بسلاسة عبر البنوك. أنعم وأكرم. لم يكن أحد في هذه الدنيا يتوقع أو يتصور هذه القفزة النوعية في أفقر بلد في العالم، من التعامل بالأوراق النقدية إلى التعامل بالكروت الممغنطة. وفي سياق هذا الموضوع سألني زميل مرة وهو مندهش قائلا: أعطني سببا وجيها يفسر لي كل هذا الحنين إلى أسمرة، ولكن دون المبررات المعهودة حول الوطن والقضية والحق، كل ذلك مفهوم ومجاله شيء آخر، ولكني أقصد تلك اللهفة الغير عادية، وذلك الحنين المصحوب بقيوم من الحزن تنتهي بصمت طويل ليبدأ انفعال من نوع آخر. إجابات السيد مدير البنك المركزي ذكرتني بتلك الحادثة، والإجابة لاستفسار الزميل الحائر قلت له: البساطة وذكريات الطفولة وحالة الحداثة التي أوجدها الإيطاليون مخلوطة بعمق بتقاليد المجتمع الأصيلة في تركيبة نادرة الحدوث، أوجدت حالة لا تقتصر على أسمرة بل تعم جميع المناطق والمدن وأبنائها. أضفت: أنا شخصيا أسميها متلازمة فلورنسا. كلنا مصابون بهذه الحالة، فحين يأتي ذكر منطقة أسمر كرن مصوع وغيرها تجد أبناء هذه المنطقة وقد أصيبوا بهذه الحالة، فسرعان ما تجدهم في حالة من الانفعال والسرعة في استعادة الأحداث والمواقف والذكريات في تنشيط غير عادي للذاكرة، والموضوع يتمحور حول ما آلت إليه حياتهم وبين ما خلفوه في موطنهم. وجوهر المقارنة يقوم على تلك القاعدة: بساطة الحياة والحداثة ممزوجة بالتقاليد الأصيلة للمجتمع. هذه التركيبة الثلاثية هي التي صنعت
متلازمة فلورنسا، الحنين إلى تلك البيئة المقلقة بروح البساطة. وها وقد جاء زمن يقتل تلك البيئة وبساطتها، ولا يكفي ما اقتالوه من كل جميل في ذلك الوطن، ولم يبق أمامهم إلا تلك الروح البسيطة والذاكرة المشدودة عميقا في تاريخ كل شخص لتصنع تلك العقدة متلازمة فلورنسا. والمشكلة والمأساة إن الاغتيال شمل كل شيء، وبقيت الذاكرة بما تحمله من مخزون بمنأى من هذه التصفيات، ولكن لقد حان موعد تصفيتها. مجتمعا عاش طويلا وحتى نهاية الألفية يتعامل في سد حاجياته اليومية بالملاليم، والتي يطلق عليها سناتيم. لم يكن الوصول إلى صرف دولار إثيوبي إلا بجهد جبار. جيلنا جيل الستينات عاصر تلك الفترات، ومن هنا بنيت الذكريات وتبلورت متلازمة فلورنسا. ولكن جاء زمن يدعي أنه نقلنا ونقل المجتمع والبلاد إلى عصر جديد، عصر الكروت الممغنطة، أكاذيب تلو أكاذيب تصنع فجرنا القادم. أليس ذلك أسوأ أنواع الاغتيال؟ أليس ذلك محو إرهابي لذاكرة حملت التفاصيل الصغيرة لحياة مديدة صنعت روح الوطنية المتقدة؟ وها هم يذبحونها قربانا لأكاذيبهم. وبين حالة وأخرى يعيشها شعبنا ننتقل إلى اللقاءات والورش التي طبعت الفترة الأخيرة للقوى السياسية المعارضة للنظام. نقول إن أي لقاء كبر شأنه أم صقر هو خطوة إيجابية مهما هزلت النتائج، ويعود السبب إلى حالة التصدي المريع التي تعيشه المعارضة، والأوهام التي ترتكز عليها حالة هذه التصدي وانعدام الرؤية الصحيحة في ترتيب الأولويات، حيث أصبح الجميع دون استثناء بانتظار الحدث دون أي مشاركة في صناعته، وهذه حالة هي الموت واقفا. ولذا فإن أي لقاء هو خطوة في الطريق الصحيح، وإن تبعتها لقاءات وخطوات في سبيل توحيد الأداة الثورية القادرة على مواجهة النظام، فإن لم تكن المعارضة رغما يفرض نفسه من خلال أداة تنظيمية جامعة وفكر واضح وممارسة ثورية حقيقية وقاعدة جماهيرية مستنيرة، فإن مصيرها الحتمي هناك، حيث الظلال القاتم في زاوية من زوايا التاريخ. إنما يجب أن ندركه بوضوح ومن محاسن الصدف إن النظام كان يقدم خدماته باستمرار للمعارضة. إن صنمية النظام وتحجره والإصرار الأرعن في تكريس ممارساته كانت إحدى العوامل الرئيسية في شرعنة الخطاب السياسي لهذه المعارضة، رغم القصور الذي اعترى أدائها السياسي. كان يمكن للنظام اللجوء للمناورات السياسية ومحاولة سحب البساط من خلال بعض التنازلات السياسية لإرباك الجماهير والمشهد السياسي برمته، ولكن جنون هذه السلطة والثقة العمياء بالنفس كانت من العوامل المساعدة في تعرية هذا النظام. وهكذا فإن الكرة الآن في ملعب المعارضة، إذ لا يمكن بالمطلق التعويل على المصادفات الغريبة من قباء السلطة، إذ إن هذه السلطة سوف لم تبقى على حالها. فكل ما اشتدت أزمة النظام سعى للبحث عن مخارج، وغدا سوف نسمع من نفس النظام أطروحات جديدة كان بالأمس يرفض بشكل مطلق حتى النطق بها كالدستور، وتعنت النظام في هذا الموضوع، حتى تفاجأت الجماهير بإعلان الرئيس بأن هناك لجنة تم تكوينها لإعداد الدستور للبلاد. كان هذا الإعلان البائس هو كل ما تمخض حول موضوع الدستور، ولكنه مؤشر أن النظام على الاستعداد أن يبيع جميع شعاراته وعنجهياته لكسب موقف سياسي وإضعاف موقف المعارضة. لذا فإن المهمة الأولى للمعارضة أن ترتقي بعملها السياسي ومهامها النضالية إلى مستوى من التحدي الذي تفرضه المرحلة. وأولى هذه التحديات أن تبحث لنفسها إطارا موحدا جامعا يقوم على المرتكزات الجامعة نحو هدف موحد
غايته إسقاط النظام وتحديد شكل وعمر المرحلة الانتقالية. باستثناء ذلك لا أعتقد أن أي قوة من قوى المعارضة تملك القدرة لطرح كل الإجابات للقضايا الخلافية العالقة، وإن ملكت ذلك يبقى اجتهادا ضمن اجتهادات أخرى. والحقيقة إن الأزمة تكمن في إن القديم يموت وإن الجديد عاجز عن الولادة، وبناء على ذلك فإن أي خطوة للتقارب وتوحيد الصفوف والجهود يعتبر مكسبا مهما حتى وإن بدا متواضعا. قيل قديما إن التاريخ يصنع الزعماء العظام، وهناك قول مضاد إن الزعماء هم الذين يخلقون التاريخ. وبين القول الأول والمضاد الثاني أين موقع زعمائنا القديم منهم والجديد؟ وتبقى الآهات الإريترية قائمة منذ زمن وحتى هذا الزمن الصعب. لكم التحية وإلى لقاء قادم. أحمد سجن جسمي وين تروح؟ روح الطارد فيك الروح، روح الطارد فيك الروح. سجن جسمي وين تروح؟ روح الطارد فيك الروح. وحياة الدم المسفوح، وحياة الدم المسفوح، لاطلع لك في ليلة عيدك يا سجان تكسر قيدا، يا سجان تكسر قيدا، زنازينك لامت فيدا. الجلسة الأولى هي ما يخص مكان من القوة والضعف لكل من المعارضة السياسية وللنظام الأريتري، وبما أنه المدخل الرئيسي للحوار السياسي الذي يهدف إلى وجود الأرضية السياسية المشتركة بين القوى السياسية وصياغة استراتيجية للتغيير، لابد من معرفة القدرات الذاتية وكذلك التحديات التي أمامنا، وحتى يكون مدخلا لهذا الحوار الجاد وحتى يمهد لما سوف نحاوره في جلسة مغلقة للتنظيمات السياسية. اخترنا هذا الموضوع ومعي 3 متحدثين، المناضل مسفن حقوس، والمناضل السفير محمد نور أحمد، والدكتورة الماز. كل سوف يقدم 15 دقيقة في هذا الموضوع، ومن ثم راح يكون الحوار مفتوح. الذي مدرخ لتقاضي مسفن حقوس. تقدمي لسرعة حيلي سرعة الدفن حيلات تقاوم بالملكب بفلاي قطر حدا لسرعة الدفن سرعة حيلي معي حدا بوليتيكا وأكل كابلت سرعة نار حدا بالتعامل كان على حجين فتحن بحدوهم على عملسن حجة الولنتين كان خالد سرعة برتاي وحيلي سرعة الدفن على عملسن حجة الولنتين بالتمركز كلنا نفلطة نفتحن تتحاولنا نسويه مع عملسن حجة الولنتين إلنا سلطان ينا وحسن الملك. العنوان هو تحديد جوانب القوة والضعف للنظام والمعارضة. فبدأ بالنظام، يعني أي قوة يبقى النظام أو المعارضة يعني تنبني على أساس قاعدتين. القاعدة سيادة القانون والعدالة دي واحدة، والثانية أيضا قيام القانون وبسيادة العنف. ده لأي قوة، وعليه نحن هذه القوة لما نجي يعني نقارن بها من النظام، بنجيب يعني في بريطريا في قياب الدستور وقياب المنافسة الحرة والديمقراطية وقياب الانتخابات النزيهة وعدم إقامة منظمات مدنية ضاغطة. بناء عليه يعني أن النظام في إريتريا يستند إلى
إلى عدم الجماهير، إلى عدم دعم الجماهير، يستند على القوة الفردية المطلقة. فبعد ده بيجي يعني هو بيستخدم حزب هيجدف. أساسا هذا الحزب كحزب سياسي ما موجود، لكنه يستخدمه كأداة للسلطة، سلطة الفرد الواحد. فالمؤسسات الأمنية والجيش هم أدوات العنف للنظام في مضايقة الأفراد والجماعات التي تعبر عن وجهة نظرها. فهذا النظام إذن يعني بني على أساس معاداة الجماهير. فالمعارضة الإريترية أيضا يعني لا تمتلك قوة ملموسة، فمشاكلها مشاكل المعارضة إذن عجز حشد قدرات الشعب. وجوانب القوة للنظام واستغلال العواطف الوطنية للشعب باستخدام الخدمة الوطنية واستخدام سياسة فرق تسود في أوساط المجتمع، إفقار المجتمع الإريتري، واستقلال رفض الموقف الإثيوبي لترسيم الحدود. المعارضة، جوانب القوى للمعارضة هو عزل النظام من الشعب والمجتمع الدولي. اثنين يعني التفاف المعارضة في المهجر تجاه المعارضة. وده في جوانب القوى المعارضة هو واحد يعني عدم قدرتها على توظيف جوانب قوتها. اثنين عدم قدرتها ترتيب الأولويات المرحلية. ثلاثة عدم تهيئة الأجواء المناسبة المتدرجة للمرحلة القادمة ما بعد إسقاط النظام. طيب، ما العمل لترجيح موازين القوى لصالح المعارضة؟ واحد، أن تحديد القضايا المتفقة والمختلف عليها عبر حوارات مستمرة، وتوظيف القضايا المتفقة وتأجيل القضايا المختلف عليها. اثنين، تحديد الأولويات المرحلية. ثلاثة، إقامة مظلة سياسية جامعة تضم كل القوى السياسية. أربعة، احترام الاستقلالية التنظيمية وتحديد اللوائح التي تنظم ذلك داخل المظلة الجامعة. خمسة، تهيئة للمرحلة ما بعد إسقاط النظام تتمثل في إقامة ملتقى وطني تضم كافة الشرائح الاجتماعية، وإقامة مفوضيات للدستور والانتخابات الوطنية. وشكرا. حامشاي درجة إسرائيل هاجراو سنيت من كمدامن أدلاي كل مزركة من الرجالات من حيال زخل كتأثار موسعين زتقبلون زكاتاتون أكلا مقام زين في أكلا نعرف سرح الوزير أزيه وجه لهذا عندنا تقدرين شهابة كنفر دولك يعرف مسيلك كنسافف عبقلاي عصبيلي كقعد الدو فرس تغيري كزرع زعدي حقوس طيري كزرع زعدي حقوس طيري.
الآن أخلي المنصة للسفير محمد رحمة. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وثانيا يعني أنا سعيد جدا إنه هذا اللقاء وأيضا يعني هذا الحوار الجاري في الوقت الحاضر ويتناول حقائق يعني نعرفها جميعا، حقائق نعرفها جميعا، لكن لم نصل حتى الآن إلى كيفية ترجمتها عمليا. ونقطة الضعف الأساسية فينا كمقاومة هي هذه النقطة. نقاط قوة للنظام ونقاط ضعف النظام وردت بشكل مفصل في كلمة المناضل مسلم حبوس، وكذلك في كلمة السفير عند برهان ولد جرجيس، وأيضا تناولها المناضل حسين خليفة. فأنا الكلمة اللي أنا أعددتها ما تخرج من هذا الإطار، ولذلك إن أنا أقرأها يعني تكرار لما قيل، وبالتالي يكون تضييع وقت يعني المستمعين هنا. على هذا الأساس أنا أتفق مع الملاحظات التي طرحت في كلمة حسين خليفة وفي كلمة عند برهان، وبالتفصيل في كلمة مسلم حبوس. لذلك يعني أكتفي فيما يتعلق بقوة ضعف النظام ونقاط ضعف المعارضة ونقاط قوة النظام ونقاط قوة المعارضة بالكلام اللي ورد. أطرح سؤال: إذا كان عرفنا مثلا يعني نقاط الضعف بتاع النظام ونقاط الضعف بتاعنا ونقاط القوة ونقاط القوة الكلية، كيف يمكن نستثمر هذه الأشياء؟ هذا هو السؤال لحد دلوقتي احنا ما أجبنا عليه. وإلا نحن نعرف في مؤتمراتنا يعني تكلمنا عن هذه المواضيع، وفي مؤتمراتنا حتى حددنا يعني سواء كان على مستوى الأحزاب السياسية أو حتى على مستوى التجمعات السياسية، سواء كان التحالف أو بعدين المجلس إلى آخره. فأنا برى أولا يعني الكلمات هذه تجمع، نفس الكلمات، كلمة مسلم وكلمة حسين وكلمة عند برهان تجمع وتحفظ. ثانيا أرى أمامنا طريقين. الطريق الأول، والكل اتفق على وجود مظلة واحدة، لازم تكون في مظلة واحدة، الكل اتفق، لكن الآن لا توجد مظلة واحدة، لأنه المظلة الوحدة الموجودة هي مظلة المجلس، ومظلة المجلس في الآونة الأخيرة وصلت إلى عملية تعثر يعني قدام. خارج هذه المظلة في تنظيمات سياسية وفي منظمات مجتمع مدني ما تجمع بينها أيضا مظلة. أنا برى الآتي: التنظيمات الموجودة ومنظمات المجتمع المدني الموجودة خارج مظلة المجلس تجتمع هي الأخرى وتؤطر نفسها يعني في مظلة، ثم يتم لقاء بين المظلتين، مظلة المجلس والمظلة خارج المجلس، ويكون في حوار بينهم لإقامة مظلة مشتركة فيما بينهم على أساس تفعيل الكلام اللي يعني يورد يعني. والشعب بتاعنا في الوقت الحاضر والله يائس، مش فقط اللي في الداخل، نحن ما نعرف في الداخل كيف لأنه معلوماتنا محدودة، لكن اللي برا. أنا موجود في أستراليا يعني أيام المؤتمر بتاع المجلس الأولاني لما ندعو الاجتماع تحضر مئات من الناس وتستمع ومستعدة كمان للدفع، ودفعت أيضا يعني تذاكر أعضاء المؤتمر بالإضافة إلى تبرع مثلا أيضا للمجلس. اليوم لما أنت تدعو للاجتماع بتاع المجلس عشان تنظره ما يجوك حتى 20 واحد، لأنه في يأس. إيش قاعد تعمل المعارضة؟ إيه الإنتاج اللي حققته لحد دلوقتي؟ تتكلم وبس. وده
مش موجود فقط في أستراليا، موجود في كل مكان. عشان كده لازم ندخل في المجال العملي، وكفانا الكلام النظري الكثير نحن بنتكلمه. وعلى هذا الأساس أرى أن التنظيمات الموجودة خارج المجلس ومنظمات المجتمع الموجودة خارج المجلس هي تجتمع وتشكل إطار، وبعد كده يكون في لقاء مع أيضا يعني المجلس، ويتم وضع خطة عمل لتجميع الطرفين، وبعد ما يتم تجميع الطرفين حتوضع خطة عمل لكيفية إزالة النظام يعني المراحل المختلفة. ما في حد مختلف إنه نسقط النظام، ما في حد مختلف إنه نعمل نظام ديمقراطي في إريتريا يعتمد على كافة الحقوق والحريات الأساسية اللي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948. كلنا متفقين، لكن مختلفين في قضايا بسيطة، عاجزين نحن كيف نجمع بعضنا من بعض، لأن كل واحد يقول من بعض يا أنا اللي أقول له يسمع يا بلاش. وعشان كده ما قدرنا نجمع. لازم يكون في تنازلات، التمسك بالرأي، وإلى درجة أنك أنت مثلا يعني تضع عقبات أمام الناس تجتمع، هذا في حد ذاته تخلف. لأنه المفهوم الليبرالي هو أنت تتفق على تأخذ الأشياء اللي أنت تتفق عليها، الأشياء اللي تتفق عليها تخليها جانب، يمكن بكرة تتفق عليها إذا اختلفت عليها بكرة، لأنه تجي أحداث تؤكد يعني صحتها. لذلك أنت تفعل وتعمل يعني الأشياء اللي أنت اتفقت عليها. أنا ما أعرف أطول عليكم الحديث، وبالتالي أنا أختم كلامي بهذا وأقول ندخل في المسائل العملية وكفانا تنظيم. وشكرا جزيلا. كنفر دولك يعرف مسيلك كنسافف عبقلاي عصبيلي كقالب دو فرس تغيري كزرع زعدي حقوس طيري كزرع زعدي حقوس طيري مغمبي عندك ناخذ علي مرادي عتيك اللبلالي اي تجي شدي فرس كنجن كدكني اي افكن داخل كدكني انا افكن داخل وبلبيلو من كاتر كيسا داس ماي بيتنا ست تنسنيسا كبسر نقلان خبسا حقوسي حقوسهم كلا نسا حقوسي حقوسهم كلا نسا كمان بيرانم بيرقصاكل كنزا سيقنا بيسا مدنكل والقل باركا خمنا بيكي نادل عدواي حقوسي كنكر عدواي حقوسي كنكر أنتم دكي كلمة دكتور ألماس في البداية تقدم الشكر للمدرخ على تهيئته في هذا المنبر، وخاصة للأخ شنقب، وبرضو استرسلت في المستجدات المتسارعة في الإقليمية والدولية في المنطقة، والظروف الأوضاع المتردية الداخلية لإريتريا، وما تعانيه المعارضة من ضعف وما يتطلع إليها الشعب الإريتري، وخاصة أنه الجماهير الإريترية في المهجر يعني بدأت من الوقت تنخرط في المعارضة وتطلع على شكل بمظاهرات سلمية تأييدا للتغيير الديمقراطي المرتقب في إريتريا. مع ده كله لكن بيحتاج للآتي: أولا يعني بإعادة الثقة المتبادلة بين كافة أطراف
المجتمع الإريتري والمعارضة. 2 التركيز على الشعب، خاصة إقامة هيئة مشتركة لتنظيم الجماهير في المهجر وجذبها في نضال المعارضة. 3 الاستماع إلى رأي الشعب. 4 الاعتراف المتبادل المبني على الاعتراف المتبادل أيضا، فتحقيق الوحدة النضالية وتهيئة الأجواء السياسية للمصالحة الوطنية، تقديم التنازلات المتبادلة، التحرر من الخوف. وشكرا. بإيجاز شديد جدا. يبدو أنه أولا أنا أشكر المتحدثين، وأشكر كذلك بشكل خاص السفير محمد نور أحمد، لأنه ما قالوا كلام مهم جدا ويعبر عن الساعة. أنه ما قاله المتحدثين هو ما يقوله الجميع بشكل أو بآخر بعبارات مختلفة، ولكن يبدو أنه الساعة في رأيي الشخصي يبدو أنه الساعة وصلت، الظروف ملائمة والناس أصبحت تتحدث نفس اللغة، وبالتالي إيجاد آليات للخروج من الأزمة هو موضوع الساعة. فالجميع تحدث عن ضرورة إيجاد الأرضية السياسية المشتركة التي ينطلق منها العمل المعارض. إعادة ترتيب الأولويات فيما يمكن تحقيقه الآن وفيما يمكن تحقيقه غدا، باعتبارنا دولة يمكن بعد أكثر من 6 عقود من العمل النضالي المتواصل، يعني الأجيال الموجودة هنا في داخلنا حتى خير تعبير عنه، وأكيد عندنا إشكاليات كثيرة. الموضوع الرئيسي يتعلق في تحقيق العدالة والمشاركة السياسية وسيادة القانون، وكل هذا لا يتم إنجازه ما لم نزيل النظام الذي تسبب في عدم قدرتنا من تحقيق ذلك. وبالتالي إعادة ترتيب أولوياتنا تهدف إنجاز الاستراتيجية الناجعة، والمشاركة الشعبية الانتباه لها، التحدث بصوت، يمكن هذه بالتقنية ما قلتها، التحدث بصوت موحد أمام العالم يجعل من هذه المعارضة شريك في أي رسم سياسات دولية وإقليمية تجاه منطقتنا وتجاه إريتريا. فالمشاركة الشعبية وخصوصا مشاركة المرأة يعني من الأشياء الضرورية. إعادة ترتيب الأولويات يبدو هذه هي المحاور الرئيسية للمتحدثين، والآن أترك المجال للمداخلات، ويا ريت كل واحد يتكلم في هذه المواضيع اللي مطروحة، ولو ما تجاوزنا 3 دقائق يكون مفيد. وشكرا لكم. في حصتنا أبنت غربو في مسكن زرزرو نحجون انتهي تدخمتاتنا تبايلو باختصار الصراحة مع الذات، الوقفة مع الذات والصراحة والاعتراف بنقاط الضعف. أعتقد هذه هي بإيجاز حديث الأخ أوليسوس، وطرحها أمام الشعب، لأن هناك يمكن 21 نقطة قبل كده حوار القوى السياسية كان حددها باعتبارها نقاط الضعف للقوى المعارضة، ولا بد من طرحها أمام الشعب حتى الشعب يبدي ويعرفها، ونوري الشعب أنه عارفين بقصورنا. أعتقد هذه بإيجاز. كمان مثلنا حتى خديجة.
ድሕሪ ኮንፈርሜሽን ወደ ሓንቲ ኮሚኒኬሽን ዘይተሰደዶም ሰባት ኣለዉ ወይ ኣውድባት ኣለዉ ስለዚ ነዚ ንሕና ከም ኣቕርበኛታትና ኩላትና ሓላፍነት እዩ ክንፈልጦ ዋይ ዛትሃፈል ሓደ ካልኣይ ነገር ከመይ ጌርና ኢንክሉድ ንገብሮም ኢና ንኣቶም ምክንያቱስ ኩላትና በበይንኻ ከድካ ወፅፋ ነገር የለን ተራእዩ ኩሉ ስለዚ ኣዝየ ክላሪፊኬሽን ዝተገበረ بشير. ايوه انا حبيت اقول انه الكلام اللي قاله والزيتون نحن دائما في المقاومه والمعارضه بنبني ونبدا نجي الامن كنا نساق تمام اليوم نعمل النتيجه والدروس اللي بناخذها منها تمشي وبعدين نسلم الندوه الجايه كان الندوه دي ما حصل كانها ما حصل فنحن لازم نبني في الكلام اللي قال مثلا مقاطعه 21 وفي اشياء اخرى خلينا نحن نستصحب في الندوه نبني على الجديد وندمجه مع الجديد لو في اضافات ونمشي لقدام الباقي مع الاعتراض على كم ورحن صحين براغلي قالكم يسحر لبي أمن اللي سعد عزنحكم قرصة نسالاتي مساكم يكساب مغابري مساكم يكساب مغابري أبكي ساعو سمي مسيلك سنحيت كبت حيل قليلي سقر عادي بسمر حليبك عسى خوين بحرين صبيبك كنقرون السلوز حالبك كم ورحن صحين براغلي قالكم يسحر لبي أمن اللي سعد عزنحكم قرصة نسالاتي مساكم يكساب مغابري مساكم يكساب مغابري اولا الاوراق اللي قدمت بشكل عام لامست الواقع نتكلم بشكل عام عن النظام وقوته وجوانب ضعفه ايضا لكن ما يهمنا هو حسب نحن كمعارضه وطنيه اريتريا بجانب السياسي والمدني انا اعتقد جربت كل وسائل تجميع المعارضه هو اللي يفضل ايش هو يعني انه تعطل لانه اتفاق حد ادنى هو اصلا يجمعنا ممكن في اطار هذا الاتفاق حد ادنى وفي اطار مظله واحده ممكن داخله كتل سياسيه تكون موجوده المتقاربه بمعنى انه البرامج المتقاربه ممكن تهيئ ارضيه لما بعد سقوط النظام او لما بعد المرحله الانتقاليه لكن الان نحن كإريتريين نعمل كلنا من اجل تغيير احداث تغيير ايجابي او ديمقراطي في اريتريا انا ما اعتقد حيكون في بديل غير انه نعمل يعني في اطار مزله واحده هذه المزله كيف ينشا هذا يدفع في حوار شفاف يعني بين القوى لانه في مؤسسات انت عملت مثلا زي مؤسسه المجلس الوطني يعني هذه ما جاءت من فراغ كلنا شاركت فيها ممكن هل نبت كله اللي كنا احنا عاوزينه ده موضوع قابل لاختلاف الاراء فيه يعني لكن انا اعتقد اهم شيء نركز في المؤسسه مثلا في اريتريا اليوم في نظام سياسي في دوله اريتريا نحن اذا النظام السياسي ده فشل ده ما يعني انه هذه دوله فاشله نقول يعني لكن نحن نحاول ترميم ما توصلنا له من خلال ملامسه مكامن الفشل في هذا العمل ده لذلك انا يمكن انا ميال او نحن ممكن بالقادم ميالين لمساله انه الحفاظ على هذه المؤسسه لكن انه تدخل مؤتمرات باسلوب يكون في توافقي وايضا بما يسمح من تكتلات سياسيه داخله. التكتلات السياسيه دي تكون على اساس البرامج. على اساس برامج سياسيه واضحه في توافق يكون موجود وكتل واضحه تكون. صوت المنتدى.
وبهذا وصلنا وإياكم إلى ختام ساعة اليوم، وحتى نلتقي وإياكم في الأسبوع المقبل كونوا بخير.